أعزائي المشاهدين في كل مكان، زي ما وعدناكم بتغطية حصرية وعصرية النهاردة من داخل راديو الحكاية. النهاردة ورشة من ورشهم الجميلة. طبعا احنا معانا واحدة من المستفيدين. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. عايزين نتعرف على حضرتك أكتر. نجلاء السباعي وجايه احضر الورشه معاكم. يعني كانت ورشه جميله جدا. اول حاجه قوت الشغف عني دي اللي انا اكمل الورشه. حاجه تانية طريقه المدرب اللي معانا كمان قد ايه هو شاطر وادانا معلومات قيمه جدا ان احنا اول مره نعرفها. تمام، شكرا جدا لحضرتك. ودلوقتي معانا متدرب تاني. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا. عايزين نعرف ايه اللي حضرتك استفدوا النهارده في الورشة. بصراحه استفدنا معلومات قيمه جدا. استاذه هبه بصراحه ما بخلتش علينا بحاجه خالص النهارده. حتى يعني في حافز وعماله تعيد معانا ان احنا مش مجرد ورشه وخلاص. لا يعني هي بصراحه متحفزه وعندها اصرار ان احنا يبقى في تطور مع ان ورشه مجانيه يعني. ولكن ما شاء الله بصراحه احنا استفدنا النهارده استفاده كبيره جدا. واحنا برضو يعني بننصح معظم الناس اللي عندهم اهتمام ان هم يحضروا الورش وان شاء الله يكملوا كورس كمان باذن الله. تمام، شكرا جدا لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. جايه النهارده ليه الورشه وايه اللي استفدتيه؟ كنت حابه اعرف اكتر عن الفويس اوفر، والصراحه استفدت جدا النهارده. بقى عندي يعني كسرت الرهاب قدام الجمهور وكده، وتعرفت اكتر يعني معلومات عن الفويس اوفر اكتر. شكرا جدا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي استفدته النهارده في الكورس. اتعلمنا يعني ايه طرق الالقاء والتقديم، ازاي نلون الصوت. استاذه هبه طبعا اشتغلت معانا شغل كبير جدا خلال 3-4 ساعات، بتعيد لنا الموضوع اكتر من مره وبتحاول تخلينا افضل وافضل. وطبعا هي ورشه مجانيه، بس ان شاء الله في الكورس اللي هيبقى بعدها ان شاء الله هيبقى افضل واحسن ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا. عدنا تاني بنكمل باقي استطلاع الرأي على ورشة راديو حكاية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أحب أشكر أستاذة هبة النهاردة على الورشة الجميلة المجانية اللي عملتها، خلتنا مستفيدين بأن عندنا البقى في الكلام واستخراج الكلام بقى أحسن. شكرا جدا لحضرتك. وفي النهاية بنختم لقائنا الإعلامي ده. أنا واحدة من حضروا النهاردة الورشة، وحقيقي بقدم نصيحة لكل شاب وشابة إن هم ييجوا ويجربوا بنفسهم. اي حد حابب مجال الاعلام او عايز يكون يطور من نفسه اكتر وافضل، يجي يجرب في راديو حكاية.